عقد التوليفه اللي صاحبك يقول لك تعالى اما اشربك قهوه وتبقى رايح وانت عندك شغف دي، تعالى نعملها بقى مع بعض. هناخد 100 جرام من البن الحبشي ريحته حلوه وهيظبط معانا في التوليفه ديت، زائد ان الكريمه فيه حلوه. تعالى بقى كده، انا هستخدم النهارده هندوراسي يا عبد. الهندوراسي مرارته الى حد ما متوسطه كده، زائد نسبه الحموضه فيه متوسطه، نوع كافيينه عالي، هيفرق معانا قوي في قلب الخلطه. هنستخدم 50 جرام هندوراسي. تعالى لي يا عم عبده كده، هنكملها ب 50 جرام يا عم عبده كمان من ايه؟ من الهند الارابيكا. تعالى لي يا ابو انت كده، 50 جرام البرازيلي دول هيظبطوا معانا الكريمه قوي وهيفرقوا معانا قوي في التوليفه. هنظبط القوام بقى بتاع التوليفه دي ب 50 جرام من الهند الروبستا. تعالى بقى لو هنحوج التوليفه ده هنحوجها ايه؟ شويه برده خفاف جدا، واحدتين قرنفل خفاف جدا. بذور الحبان دي بقى اساس التحويجه يا عم عبده. ليه بقى؟ عشان نسبه المراره في التحويجه تبقى قليله جدا والتوليفه تبقى قليله المراره. بذور الحبان 10 جرام. ده بقى يا عم عبده ملك الايه؟ الطاقه. لو انت عايز حاجه تديك طاقه كده عشان الجيم والباور والحاجات ديت، حط عود من الجينسينج، وحدايه من جوز الطيب، كسر جوز الطيب. يا جدعان قسما بالله احنا بنقدم حلويات. لو في حد في مصر كلها شغال بالهندوراسي في خلطاته يبقى يجي يتكلم معانا، لو حد شغال بالجيتومالي والانواع اللي احنا بنجيبها في بن فوده يبقى يجي يتكلم معانا. نزل الكلام ده كله يا عم عبده في مطحنتك. تعالى لي كده، كل حاجه بتتعمل هنا قدام عينك. انا ممكن بس يا عبده اجيب الخلطه ديت عشان اشم ريحتها. بص على القوام بقى كده، تعالى ندوق يا جدعان. انت عارف انت هي مكسها غريب، انت فاهم؟ حاجه مش تشربها يعني تشربها في حياتك او ما شربتهاش في حياتك، حاجه كده يعني جربها.